بتبدأ الحكاية بمجموعة من البحارة الإنجليز بقيادة الحاكم اللي اسمه راتكليف. كانوا بيجهزوا نفسهم وظبطوا السفينة وكمان ودعوا أهاليهم عشان المفروض إن هم هيسافروا لجزيرة موجود فيها كنز. وفي أثناء ما هم في رحلتهم واجهتهم عواصف وأمواج عالية، بس عرفوا يتعاملوا معاها كويس، خصوصا إن كان معاهم واحد شجاع قوي اسمه سميث وبيعرف يتصرف في المواقف دي وممكن يضحي بنفسه لو لقى حد محتاج للمساعدة. بس بعدها بنكتشف إن الجزيرة اللي رايحينها البحارة دول ساكن عليها قبيلة الهنود الحمر، لأن الإنجليز كانوا شايفين إن الهنود الحمر أشرار ومتوحشين وبيقتلوا أي حد يدخل أرضهم. بس من ناحية تانية قبيلة الهنود الحمر كانوا بيعتمدوا على الزراعة وصيد السمك وبيستخدموا أدوات بسيطة جدا عشان يصنعوا بيها أي حاجة محتاجينها. بس مع ذلك كانوا فرحانين بالحياة دي وبيتعاونوا سوا، خصوصا إن الزعيم بتاعهم كان على طول بيدافع عنهم من أي حد بيحاول يعتدي على أرضهم. والزعيم ده كان عنده بنت اسمها بوكاهانتس، وكانت بنت روحها جميلة وعلى طول بتحب تهزر وتلعب، والاتنين دول يبقوا أعز أصحابها، راكون ونقار خشب. وفي يوم من الأيام باباها قال لها إنه عايز يجوزها لواحد من القبيلة اسمه كوكو وما، لأنه شجاع وقوي جدا. وكمان باباها اداها السلسلة بتاعت مامتها اللي ماتت عشان تلبسها يوم الفرح. بس طبعا بوكاهانتس ما كانتش مقتنعة بالعريس ده لأنه كان جد قوي وعكس شخصيتها، وكمان ما كانتش حابة تتجوز بالطريقة دي وكان نفسها تعيش قصة حب. فقررت وقتها إنها تروح لشجرة الصفصاف، والمفروض إن الشجرة دي شجرة سحرية وبتلهمهم بالصح. وبوكاهانتس سألتها تعمل إيه في الموقف ده، فالشجرة قالت لها امشي ورا قلبك ونسيتي لكل حاجة حواليكي، وساعتها هتعرفي مصيرك هيوديكي لفين. وفعلا بعدها بوكاهانتس لما أخدت كلامها بالمعنى الحرفي وركزت مع الظواهر والرياح قدرت توصل للسفينة بتاعت البحارة اللي بيكونوا خلاص وصلوا في نفس التوقيت ده، وكمان نزلوا معداتهم. وراتكليف ادى لكل واحد منهم جاروف عشان يبدأوا بقى يحفروا في الأرض ويدوروا على الكنز من غير ما يهمهم دي أرض مين ولا حتى يفكروا اللي بيعملوه ده صح ولا غلط. وكمان حط علم الإنجليز على الجزيرة. بس بالنسبة لسميث سابهم وطلع فوق شجرة عشان يشوف منظر الجزيرة من فوق، ويشاء القدر إن ده يكون نفس المكان اللي بتراقبهم منه بوكاهانتس، والراكون بتاعها قرر إنه يقرب منه. فسميث كان بيعامله بلطف وكمان اداله أكل، واللي عمله ده خلى بوكاهانتس تتشد ليه، لكن ما حاولتش تقرب منه عشان دي كانت أول مرة في حياتها تشوف فيها أجانب. ومن ناحية تانية زعيم القبيلة لما عرف إن البحارة دول جم للجزيرة بتاعته سأل عراف القبيلة وقال له هم أشرار ولا لأ. فالعراف قال له إنهم معاهم أسلحة متطورة جدا وممكن يعملوا أي حاجة وكمان طمعانين في أرضنا. بس الزعيم برضه قبل ما ياخد أي قرار بعت كوكوهام وكام واحد كمان عشان يراقبوا الصيادين دول من بعيد لبعيد ويشوفوا هم بيعملوا إيه. بس للأسف أول ما راتكليف حس بوجودهم أمر رجالته على طول يضربوا عليهم بالنار، وللأسف واحد منهم اتصاب في رجله. والمشكلة الأكبر بقى إنهم لما رجعوه تاني للقبيلة محدش فيهم كان عارف يعالجه، لأنهم أول مرة أصلا يتعاملوا مع الإصابات اللي خارجة من الأسلحة. فبعدها الزعيم جمع أهل القرية كلهم وعرفهم إن الأجانب دول أشرار ولازم يستعدوا ليهم كويس عشان يعرفوا يحاربوهم. ومن ناحية تانية سميث كان عايش حياته وعمال يغني ومستمتع بالمناظر الطبيعية، بس وهو بيغسل وشه شاف انعكاس بوكاهانتس اللي كانت لسه بتراقبه، فوجه عليها البندقية وقدر يمسكها بسهولة. بس أول لما بص في وشها أعجب بيها من أول نظرة وحاول إنه يطمنها على قد ما يقدر، وكمان مسك إيديها وعرفها بنفسه وعلمها إزاي الإنجليز بيسلموا على بعض، وهي برضه علمته إزاي قبيلتها بيسلموا على بعض. وفضلوا بعدها يتكلموا مع بعض كتير لحد ما سميث قال لها إن الإنجليز متقدمين وعملوا حاجات كتير جدا وده طبعا عكس شعبكم المتوحش. فبوكاهانتس وقتها اتعصبت وقالت له احنا فعلا ما وصلناش للتقدم ده، بس ده مش معناه ان احنا متوحشين، وبالعكس بقى احنا شعب مسالم جدا وبنحب نتعاون مع بعض وفخورين بثقافتنا، وكمان بنحاول طول الوقت ان احنا نحافظ على الطبيعة اللي عايشين فيها. وسميث بعد ما سمع منها الكلام ده اعتذر لها على اللي هو قاله، والاتنين بدأوا يتقربوا من بعض أكتر. وبوكاهانتس كانت مبسوطة بيه جدا لدرجة إنها خدته معاها لشجرة الصفصاف السحرية وعرفتهم على بعض، وفي الآخر اتفقوا إن هما يتقابلوا في نفس المكان ده بالليل. بس للأسف الحلو ما بيكملش. راتكليف بعد كل الحفر اللي عمله ده ما قدرش انه يلاقي اي حاجة، فافتكر ان قبيلة الهنود الحمر هم اللي مخبيين الدهب عندهم، وامر رجالته انهم يجهزوا نفسهم عشان يروحوا يحاربوا القبيلة وياخدوا منهم الدهب بالعافية. وعلى الجانب الاخر
زعيم القبيلة هو كمان جمع محاربين كتير عشان ينتقموا من الإنجليز. وبعد لما سميث رجع للبحارة حاول يقنعهم إن قبيلة الهنود شعب طيب وزيهم زينا وما يستاهلوش إن احنا نحاربهم ونموتهم، لأنهم ما عندهمش أصلا دهب ولا حاجة، وكمان الأرض اللي احنا فيها دي أرضهم في الأساس. بس راتكليف وقتها اتعصب عليه وقال له أنا الحاكم هنا، وأي حد فيكو لو شاف هندي وما قتلهوش هتهمه بالخيانة العظمى وهشنقه. وحتى بوكاهانتس هي كمان حاولت تقنع باباها إن مش كل الإنجليز وحشين، بس باباها مرضيش يسمع منها وصمم على الحرب. وكمان في واحدة صاحبتها بعد ما عرفت بكل اللي حصل حذرتها انها ما تروحش تقابل سميث تاني، بس لما لقت بوكاهانتس بتعند ومش عايزة تسمع الكلام راحت فتنت عليها الكوكواما. وبعدها بشوية لما بوكاهانتس وسميث اتقابلوا عند الشجرة كانوا عمالين يفكروا مع بعض على حل للكارثة دي، بس للأسف كوكواما وصل وهجم على سميث وضرب سميث وكان خلاص هيقتله. بس في آخر لحظة في واحد اسمه توماس كان مراقب سميث ضرب نار على كوكواما ومات. وبعدها لما بقيت القبيلة جت سميث أمر توماس إن هو يهرب وخلى القبيلة تمسكه هو وضحى بنفسه عشان صاحبه. وبعدها صاحبة بوكاهانتس راحت واعتذرت لها عشان هي كانت السبب في كل ده وهي اللي فتنت عليها. فبوكاهانتس قالت لها انت مالكيش ذنب عشان انا السبب في كل اللي حصل، وبرضه موت كوكواما كان سببي، وباللي حصل ده اكيد بابايا هيعند اكتر والحرب هتقوم. وراحت بعدها عند شجرة الصفصاف عشان تشتكي لها، بس الشجرة قالت لها اياكي تستسلمي، انت عارفة طريقك كويس وعارفة كمان ايه المفروض تعمليه. والكلام اللي قالته الشجرة لبوكاهانتس ده خلاها تتشجع وراحت بسرعة وجريت على سميث قبل ما يتعدم وأنقذت حياته فعلا على آخر لحظة. وقالت ساعتها لباباها قدام الناس كلها إنها بتحب سميث وإن الكراهية والغضب مش هيجيبوا إلا الدمار. فباباها اقتنع فعلا بالكلام ده وأمر بإلغاء الحرب وإعلان السلام، وكلهم وافقوا ما عدا طبعا الحاكم راتكليف، وأخد السلاح من الحراس بتوعه وقرر إنه يموت الزعيم قدام القبيلة بتاعته. بس سميث وقتها ضحى بنفسه وأخد الطلقة مكانه. فتوماس وقتها وبقية البحارة اتلموا على الحاكم راتكليف وضربوه وقرروا إن هو اللي لازم يتعاقب ويتحبس. بس الجميل بعدها بقى إن سميث طلع عايش، بس كان لازم يرجع للمدينة عشان يتعالج من إصابته. والزعيم وقتها قال له أنت مرحب بيك في أي وقت. فسميث شكره وطلب من بوكاهانتس إن هي ترجع معاه ويعيشوا مع بعض في المدينة، بس بوكاهانتس رفضت وقالت له إن قبيلتها محتاجينها هنا. وفي الآخر بعد ما ركب على السفينة واتحرك بوكاهانتس طلعت فوق مكان عالي علشان تودعه، فهو كمان ودعها بنفس الطريقة بتاعت قبيلتها اللي هي علمتها له قبل كده. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد